الموضوع بقى نار. المنتخب المصري دخل في وضع اللا رجوع فيه بعد التعادل التاني على التوالي قدام الإمارات 1-1. تعادل جه بعد تعادل الجولة الأولى مع الكويت، وبكده الفراعنة جمعوا نقطتين فقط. في المقابل منتخب الأردن ماشي بأداء قوي جدا، فاز في أول جولتين ووصل ل6 نقاط كاملة، وهو المتصدر والمسيطر على المجموعة. باختصار، مصر قدامها حل واحد بس: تفوز على الأردن. أي نتيجة غير الفوز يساوي خروج رسمي من البطولة. الجهاز الفني بدأ التحضير فوراً: تصحيح الأخطاء الدفاعية اللي ظهرت في أول مباراتين، التركيز على استغلال الفرص الهجومية، شحن اللاعبين نفسياً لأن اللقاء مباراة حياة أو موت. الثلاثاء الملعب هيشتعل، جمهور كبير، دعم قوي من الجانبين، ومصر داخلة بشعار: يا نعدي يا نودع في صمت. الفراعنة عارفين إن التأهل مش هيجي إلا بتقديم شخصية قوية وقرار واضح داخل الملعب. مطلوب أداء رجولي، تركيز، وعدم فقد أي نقطة، لأن المسألة خلاص وصلت للخط الأحمر. انتظروا مواجهة قوية وقصة تأهل تتكتب، أو صدمة مبكرة.